ما كانت شارلوت فون شيتفون البنت السويدية الشقرة اللي عيونها زرق والأصول النبيلة تعرف بالمصير اللي ينتظرها يوم بتزور الهند. أما بيكي مهانانديا كان طالب فنون هندي فقير ينتمي إلى طبقة المنبوذين اللي يحظر لمسهم أو حتى التواصل معاهم حسب النظام الطبقي الهندوسي في الهند. جمعهم القدر يوم كانت فون شيتفون في زيارة للهند مع أصدقائها، وطلبت من مهانانديا اللي كان يشتغل فنان متجول إنه يرسم لوحة لها، وما كانوا يعرفون يومها إن هذا اللقاء بيغير حياتهم للأبد. طاحوا في غرام بعض، واللي خلى مهانانديا يسافر من الهند للسويد واستعمل الدراجة الهوائية أو السيكل، واستغرقت هاي الرحلة حوالي 4 شهور قطع فيها 3600 كيلومتر عبر 8 دول. في هاي الرحلة قضى مهانانديا الليالي في خيم البدو والفنادق الصغيرة أو في مكان خالي بجانب بحر قزوين، وبقوا العاشقين على تواصل من خلال الرسائل البريدية. ما تجاوز مهانانديا 9 سنوات من عمره يوم صارت معاه القصة المؤثرة اللي أسست قصة الحب اللي صارت بعد 17 سنة. ولد هذا الريال الهندي في طبقة داليت اللي تعتبر طبقة منبوذة بين الهندوس، وكان يتجنبه أهالي قريته، وما كان يسمح له أنه يقعد في نفس الفصل مع زملائه في المدرسة، وكان يقول كنت في مستوى أدنى من مستوى الكلاب والأبقار. لكن سمحوا له مرة إنه يقعد في آخر الفصل بشرط إنه ما يلمس حد، لأن في مفتشين بريطانيين كانوا في زيارة للمدرسة مع زوجته، ودخلوا الضيفين في الفصل، ولاحظت الزوجة مهانانديا هذا الحال وراحت آخر الفصل وعطته وردة وتكلمت معاه ولمست شعره، ويتذكر مهانانديا وقال تمكنت من رؤية أنني منبوذ. ويومها رجع مهانانديا للبيت وقال حق أمه إنه يحب زوجته المفتش، وبعدها تنبأت الأم إنه بيتزوج حرمة بيضة من أرض بعيدة، وبعد تنبأت إن برجها الشمسي بيكون الثور، وبتحب الموسيقى وبعد تمتلك غابة. في عام 1975 مهانانديا كان طالب فقير مجبور أحيانا إنه ينام في محطات الباص، ولكن موهبة الرسم خلت اسمه مشهور بين السياسيين والمشاهير اللي كان يرسمهم، مثل فالنتينا تيريشكوفا أول حرمة تروح الفضاء. وفي العام نفسه قابل مهانانديا وفون شيتفون البالغة من العمر 20 سنة. كان مهانانديا يدور الحب بين الغرب، وكانت فون شيتفون منبهرة بالثقافة الشرقية في الهند. طلبت منه أنه يرسمها، ومن حسن حظهم أن الصورة كانت بحلوة فمضطرة أن تشوفها مرة ثانية. وكان مهانانديا عنده شعور بأنها بتكون زوجته المستقبلية اللي وصفتها أمه له. ويوم عرف أن برجها الثور وتعزف البيانو وتمتلك جزء من غابة ورثتها عائلتها من أجدادها ما صدق نفسه، وانصدمت فون شيتفون يوم خبرها مهانانديا عن رؤية أمه، ووثقت بشعورها الداخلي وراحت معاه قريته عشان تاخذ مباركة أبوه وقبيلته. تقول فون شيتفون ما فكرت يومها بس مشيت ورا قلبي 100%. ويقول مهانانديا يوم أكون معاها أحس أني فوق السماء وما أفكر أني منبوذ، وغيرت من نظرتي اتجاه نفسي. سافر مهانانديا للسويد عن طريق الهيبيز اللي اشتهر في الستينات والسبعينات القرن الماضي، وكان يمتد من الهند مرورا بباكستان وأفغانستان وإيران وتركيا وأراضي يوغوسلافيا القديمة إلى أوروبا الغربية، وكان يومها ما يتطلب السفر حق تأشيرات دخول. ورغم أن رحلة مهانانديا بدت وهو بس عنده $80 إلى أنه نجح بجمع $800 من هاي الرحلة، جمعهم من خلال طبع رسم لوحات مقابل أنه يحصل الفلوس أو الأكل. ورغم أنه قطع أغلب الرحلة على السيكل أو الدراجة الهوائية لأنه كان يستغل أي فرصة يعرضوا عليه أنه يركب مع أي حد بسيارته، وبعد حصل هدية اللي هو بطاقة سفر أنه يركب بالقطار من اسطنبول إلى العاصمة النمساوية فيينا. وفي شهر مايو في سنة 1977 ميلادي وصل مهانانديا إلى مدينة بوراس السويدية بعد 4 أشهر. ورغم أن وايد ناس شككوا بقدرة حبهم على الاستمرار، إلى أن هذا الثنائي نجح في أنه يعيش أكثر من 4 عقود، وأثمر حبهم على بنوتة صغيرة اسمها إيميلي وولد اسمه سيد.
واشتغلوا الثنائي في الفنون وفي دعم الحركات الفنية المحلية، وعطوا المنح التعليمية للطلاب المنتمين لطبقة المنبوذين في الهند. ومن 2 سنين حصل مهنانديا على درجة الدكتوراه الفخرية من الجامعة الحكومية في الولاية اللي قدم منها في الهند، وترشح في العام 2005 للفوز بجائزة نوبل.